واللبن قطع منك أو فصل وأنت بتغليه، ما تزعليش وكمان اوعي ترميه. هنعمل منه أحلى وأجمل قرص فلاحي، ونقدر كمان نعمل منه معجنات كتير. بس النهارده احنا هنعمل منه قرص الفلاحي، وهيطلع معاكم نتيجة روعة. هقولك ازاي تقدر تستخدم اللبن القاطع في القرص، وهقولك كمان ازاي تسويها في فرن البوتاجاز. ولو انت أول مرة تشوفيني يسعدني جدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية لو جبت الحليب أو اللبن وتغليه على نار كده وفصل منك أو قطع، أو بمعنى أصح راب، ما تقلقيش خالص، احنا إن شاء الله نقدر نستخدمه في معجنات كتير. بس مش هينفع نستخدمه زي ما هو كده، عشان اللبن بيبقى فاصل عن الشرش، وكمان اللبن بيبقى مكتل وعامل زي الجبنة بالظبط. فلو عجننا باللبن وهو بالشكل ده مش هيبقى حلو خالص في العجين، واللبن يبقى ظاهر وعامل قطع صغيرة في قلب أي معجنة هنعملها بيه. علشان كده هنعمل فيه حاجة بسيطة خالص هترجعه زي الأول بالظبط. احنا مش هنرجعه حليب تاني، اللبن رايب زي ما هو، بس هنتخلص من الكتل الموجودة في اللبن. واللبن هيبقى ناعم ونقدر نستخدمه في أي معجنات احنا عايزين نستخدمه فيها. هنحط اللبن اللي فاصل معانا في شفشق الخلاط أو في الكب، ونشغل عليه ونضربه لحد ما ينعم خالص والكتل اللي فيه تختفي. ونقدر كمان نعمل الخطوة دي بالهاند بلندر. بعد كده يبقى جاهز معاكي وتقدري تستخدميه في أي معجنات. ولو كمية اللبن اللي معاك اللي قطعت كانت كمية كبيرة هقولك تعملي بقية الكمية ايه. ودلوقتي هحضر بولة أو طبق، وهنزل فيه ب5 كوبايات من اللبن القطع اللي معايا. وده علشان أنا هستخدم 2 كيلو دقيق، والمقادير اللي هعملها كلها دلوقتي معاكم هتبقى مقادير 2 كيلو دقيق. واحنا شغالين مع بعض كده هقولك مقادير كيلو دقيق واحد. بعد ما احط اللبن في البولة بضيف عليه كيس خميرة فورية، وهضيف كمان 8 معالق كبار مليانين سكر. إضافة السكر على القرص بطعمها ويديلها لون أحمر جميل وموحد أثناء التسوية من فوق ومن الأرضية. إضافة السكر على المعجنات مش بيخليها مسكرة بزيادة زي الحلويات كده، تسكرة القرص وطعمها بيبقى مظبوط. تقدري تاكليها جنب حلاوة ومربى وكمان جبنة، ومن حلاوتها يتاكل حاف كمان. والله عليها كده جنب كوباية شاي بلبن. هضيف كمان معلقة صغيرة مليانة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر. وما تزوديش عن كده بيكنج باودر علشان الجو حر والقرص بتنفش معاكي بزيادة. هضيف كمان معلقة كبيرة مليانة ينسون، ومعلقة اليانسون اللي بضيفها على القرص بتكون ينسون حصى، مش بحط ينسون مطحون أو ناعم علشان ما يغمقش عجينة القرص. بضيف كمان معلقة كبيرة من خل الطعام الأبيض. إضافة الخل على المعجنات بيعتبر محسن طبيعي. وضفت كمان كيس فانيليا بس ما ظهرش في الفيديو. هقلب المكونات اللي ضفتها على بعضها كويس، وهنزل بالدقيق اللي معايا. وزي ما قلت لكم انا مستخدمه 2 كيلو دقيق، وطبعا قبل ما استخدمه بنخله كويس واتاكد من نظافته. والدقيق اللي مستخدماه في القرص دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، تقدر تستخدمي اي نوع دقيق يكون موجود عندك هيبقى معاكي زي الفل. وعلشان البول اللي معايا كانت صغيره فانا حاطط فيها الدقيق كده على مرتين. انت لو بتعجني في طبق واسع هتحط الدقيق بتاعك كله مره واحده. ولو عندك عجان هتحط كل مقادير كده في العجان وتعجني فيه القرص، هيبقى طبعا اسهل واسرع. بس عامه عجينه القرص سهله جدا وبسيطه ومش بتاخد وقت خالص وبتبقى جاهزه معاكي. دلوقتي بقى هعجن بايديا زي ما انتم شايفين، ومش هضيف اي سوائل على الدقيق تاني لحد الدقيق ما يختفي والعجين يلم معايا. والخطوه دي مهمه جدا يا جماعه في العجين في الصيف، عشان العجين ما يسيحش معاكم، انكم تعجنوا العجين بتاعكم كده على قاسي. ولو احتاج سوائل تانية بتضيفوا له شويه بشويه، علشان لو كترت نسبه السوائل العجين هيلين معاكم ومش هتعرفوا تلموه. حتى لو زودتوا دقيق العجينه مش بتبقى مظبوطه. عشان كده لازم يا جماعه لما نيجي نعجن اي معجنات نبدا كده على قاسي، ما نحطش كميه السوائل كلها مره واحده، حتى لو انت عارفه الكميه المظبوطه اللي بياخد العجين معاكي من السوائل. وعلشان العجينه تنعم معاكم وتلم بسرعه ضيفوا المادة الدهنية كده وانتوا بتعجنوا زي ما انا عملت دلوقتي، بتساعد ان العجين يلم وينعم معاكم بسرعة. معايا كوباية من المادة الدهنية باخد منها شوية بشوية كده، كل ما بحط شوية كده على العجين وبيختفوا بحط شوية تانيين لحد ما اخلص كوباية المادة الدهنية اللي معايا. والمادة الدهنية اللي مستخدماها في القرص النهاردة كانت عبارة عن خليط من السمنة الفلاحي على السمنة النباتي. والسمنة النباتي اللي بستخدمها سمنة روابي، بيبقى طعمها وريحتها حلوة قوي في المعجنات حتى لو استخدمتوها هي لوحدها. وتقدروا تستخدموا اي مادة دهنية تكون موجودة عندكم. انا بقول لكم رأيي بس مش اكتر، وربنا يصلح ما بين ايديكم. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده العجينه كانت لمت معايا، بس كانت يابسه شويه. هجيب نص كوبايه من اللبن اللي معايا كده وهبدا احط منه شويه بشويه، ولو احتجت كله هضيفه. بعد ما اضيف اللبن كده ببدا الف في العجين لحد العجين ما يلم معايا زي ما انتم شايفين كده. ولو انتوا بتسرقي او بتعملي من العجين هتعجني القرص دقيقتين وتسيبيها شويه وترجعي تعجنيها تاني، هتلم معاكي بسرعه ومش هتاخد وقت معاكي خالص. العجينه ترتاح وانت كمان هترتاحي. عجينه القرص هتلم معاكي بسرعه وهتاخد نص الوقت بالظبط اللي ممكن تعجني بيه القرص مره واحده. ودلوقتي بقى هقولك مقادير كل واحد دي لو انت حابه تعملي قرص. كل دي بياخد كوبايتين الا ربع لبن، واربع معالق سكر، وكيس خميره فوريه، ونص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره مليانه خل ابيض، وكيس فانيليا، ونص كوبايه سمنه. ومقدار السمنه دي يا جماعه بيبقى مظبوط جدا، القرص بتبقى ناعمه وزي الفل.
جربوا تعملوا القرص بنفس المقادير وإن شاء الله هتعتمدوا الطريقة. ودلوقتي كنت عجنت القرص وخلصت، وأخدت كده من نص كوباية لبن ربعها، زي ما انتم شايفين كده كان بقى ربع كوباية. عجينة القرص يا جماعة في الصيف بتبقى متماسكة شوية، علشان القرص بعد ما تخمر العجينة هتسيح شوية وهتلين. بغطي العجينة بكيس عشان متكونش قشرة ناشفة على الوش، وبغطيها كمان بفوطة مطبخ. بسيب العجينة شوية كده ترتاح. أنا مش هخمرها يا جماعة دلوقتي، أنا هقطع على طول عشان كمية القرص اللي معايا كتير وأنا لوحدي. على ما أخلص تقطيع يا دوب هكون القرص بتاعتي خمرت، هبدأ أسويها على طول. ودلوقتي بقى بالنسبة للبن اللي باقي معايا، هجيب كيس تلاجة كده وأحطه فيه، وهربطه وأحطه في الديب فريزر، وأطلعه عند الاستخدام أعمل بيه أي حاجة تانية. وإن شاء الله هنعمل بيه مع بعض رقاق طري. وبالنسبة للبن القطع يا جماعة، أما تيجي تعجنوا بيه بيبقى مش محتاج إنك تضيفوا معاه قشطة، علشان اللبن ده بيكون بخيره، يعني القشطة بتاعته فيه. عجينة القرص بتاعتي أنا سبتها ربع ساعة بالظبط على معينة اللبن، ونضفت حواليا، وكان ده شكلها بعد ما عدى على ربع ساعة. العجينة خمرت زي ما انتم شايفين، وده علشان الجو حر. على طول هبدأ أقطع القرص علشان أشكلها، وبقطع القرصة كده قد الليمونية الكبيرة. باخد قطعة من العجين كده وبدلك تحت ايديا زي ما انتم شايفين، وبنعم الوجه بتاع القرصة علشان وش القرص كده بعد الخبيز يبقى ناعم مش مخربش. وانا بقرص القرص ممكن اقطع واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، وممكن اجيب قطعة كده بين ايديا واخد منها كده واقطع. وبصراحة انا بحب الطريقة دي في التقطيع، بتنجز معايا وبخلص بسرعة. اخد قطعة من العجين كده كبيرة، يعني قد 3 4 قرص، وبقطع منها. واحنا بنقرص القرص بنحاول نخليها التقطيع كله قد بعضه، عشان القرص بعد التسوية كده يبقى شكلها حلو وجميل في التقديم. وزي ما قلت لكم انا مقطعه القرص بتاعتي قد الليمونيه الكبيره، يا لا كبيره ولا صغيره، كان حجمها متوسط كده وجميل. انت حابه تكبري عن كده او تصغري ده براحتك انت. وعلشان انا عامله 2 كيلو من الدقيق، انا مش هقطع القرص كلها مره واحده، انا هقطع نص الكميه وهفردها، وارجع اقرص بقيه الكميه واكملها فرد عشان العجين ما يسيحش مني. اغطي القرص اللي قرصتها بكيس بلاستيك علشان وشها ما ينشفش كده وتكون طبقه ناشفه على الوش. وبقيت كميه العجين اللي في الطبق هغطيه هو كمان علشان ما ينشفش مني لحد ما اشكله هو كمان. وعلى طول هبدأ أفرد القرص، وهبدأ بأول واحدة أنا قطعتها علشان بتكون العجينة ارتاحت وتنفرد معايا بكل سهولة. بجيب قطعة العجين كده بحطها على المفرش وبحطها على وشها، يعني وش القرصة بيبقى لتحت على المفرش علشان يبقى وشها ناعم كده ومش مخربش. بفرد القرصة نص فردة وبرجع أقلبها تاني كده وأكملها فردة على وشها. وبالنسبة لسمك القرصة مش بخليها ولا تخينة ولا رقيقة، علشان لو خلينا القرصة تخينة هيطلع من الفرن بعد التسوية تقيلة ومكتومة ومش تبقى أحسن حاجة. وكمان لو فردنا القرصة وخليناها رقيقة بزيادة هيطلع من الفرن ناشفة ومخشبة. علشان كده بنخلي فرد القرص كده فرد متوسط، لا تخين ولا رقيق. تمام. ودلوقتي بقى لو بتسوي القرص على سيجان او على صواني، القرص اللي هتفردها على طول هتحطها على الصينيه اللي هتسوي فيها القرص. انا بالنسبه لي مش بسوي القرص يا جماعه على سيجان او صواني، انا بحب اسويها على ارضيه الفرن زي ما والدتي الله يرحمها عودتني. وهسويها معاكم دلوقتي بطريقه تانية خالص، جربوها وتعجبكم ان شاء الله. والقرص بتاعتي اللي بفردها بحطها على ايه؟ عندي مفرش مخصص للمعجنات، بفرده على رخامه المطبخ او حتى على الصواني الكبيره، وبحط عليه القرص اللي بفرده. ولو احنا في الشتا وعامله كميه قرص كبيره بعمل طبقات، يعني بفرده بحط عليه قرص وارجع اغطي تاني واعمل طبقه تانية، وممكن اعمل لحد 3 4 طبقات. والكلام ده لو في الشتا يا جماعه، اما في الصيف انا بعمل طبقه واحده علشان القرص بتسيح وبتلين بسرعه، مش هينفع اغطي العجين واعمل طبقه تانية حتى. بحط القرص بتاعتي كلها اللي شكلتها على المفرش زي ما انتم شايفين، وبكيس بلاستيك كده برجع اغطيها تاني. انا مش هسيب القرص تخمر تاني، علشان انا يا دوب على ما خلصت تشكيل كانت القرص اختمرت ورايا، يعني يا دوب تستوي على طول. ودلوقتي بقى هنسوي القرص في فرن بوتاجاز، وهقول لكم على طريقه حلوه قوي للتسويه، هتعجبكم قوي لو جربتوها، هتوفر معاكم الغاز وهتوفر معاكم وقت كمان في التسويه. بشغل فرن البوتاجاز بتاعي من تحت ومن الشوايه، واول ما بشغله كده بحطه في الصينيه اللي هسوي فيها القرص زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما شغلت الفرن وحط فيه الصينيه، بقفل الفرن كده واسيبه يسخن كويس، يعني تقريبا كده بسيبه شغال 10 دقايق. بكده الفرن بيسخن والصينيه تسخن هي كمان، وبتاخد نفس حرارة الفرن. وبعد ما تسخن كده بطلعها وبرص فيها الرز زي ما انتم شايفين، وبرجع تاني ادخل الصينيه الفرن تاني، وبقفل باب الفرن وبسيبها دقيقتين مع المتابعة المستمرة. وبدار الصينية كده على كل جنب شوية عشان القرص تاخد لون واحد من تحت، وأول قرص بتاخد لون من الأرضية برفعها على الشبكة. وبجيب صينية تانية بحطها في الفرن فاضية زي ما انتم شايفين لحد ما تسخن، وبطلعها من الفرن برص عليها قرص، وبرجعها الفرن تاني عشان اسوي القرص عليها. الطريقة دي مش بتخليكي تغيبي خالص في تسوية القرص، هتاخد نص الوقت بالظبط اللي هتسوي فيه القرص، وفي نفس الوقت مش هيستهلكي غاز كتير. ولو تلاحظي ان الصاج اللي فوقاني على مستوى، كانت الصينية اللي تحت القرص اللي فيها أخد لون من الأرضية. وطول مدة تسوية القرص في الفرن بدار الصينية على جميع الجوانب عشان القرص تاخد لون أحمر كده موحد وجميل. وبكمل تسوية القرص كلها بنفس الطريقة لحد ما أخلص الكمية اللي معاها كلها. المدة اللي بياخدها صاج القرص في الفرن
مش بتزيد عن 8 دقايق، وبتكون القرص استوت واخدت اللون الاحمر الجميل اللي انت شايفينه ده. عايزاك تجربي القرص الفلاحي بنفس الطريقه وبنفس المقادير، ولو عندك لبن قطع استعمليه وما تقلقيش خالص، والقرص هيطلع معاكي زي الفل. وتسلم ايديكي وعينيكي مقدما، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ومستنيه تقولي لي في التعليقات ايه رايك في القرص بعد ما تعملها بنفس الطريقه. ولو لسه مكمله معايا ووصلت معايا لحد هنا والفيديو عجبك واستفدت مني ولو معلومه بسيطه، ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو كل حبيبك عشان الكل يستفيد. واشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.